السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ والنهارده يا جماعه هنعرفكم فيديو هيبقى مهم جدا. ليه الفيديو هيبقى مهم جدا؟ لان النهارده هنعرفكم ازاي تزرعوا الطماطم باسهل من السهوله. حاجه بنعملها بنملى القصيص تربه. بعد ما بنملى القصيص تربه زي ما انتم شايفين كده بنسقي. بعد ما بنملى القصيص بالتربه بنيجي نجيب شويه ميه ونسقيه ري غمر. بنسقيه ايه؟ ري غمر، عشان التربه بتبقى جافه جدا. وبعد ما التربه اتشربت الميه وسقينا التربه ري غمر بنجيب طبعا بذور الطماطم اللي هي هتظهر لكم على الشاشه. طبعا بذور الطماطم غنيه عن التعريف. طب بعد ما زرعنا بذور الطماطم دلوقتي، بعد ما زرعناها وحطينا طبقه من الرمله ماشي فوق البذور، بنعمل ايه؟ بنسقيها بشويه ميه كمان. بعد ما نسقيها بشويه ميه كمان بنسيبها ونغطيها باي ستريتش او اي قصيص تاني ويكون متخرم برضو. تعمل كده تسيبها 10 ايام بالظبط. بعد ما تسيبها 10 ايام، انا كنت زارع تجربه قبل كده عشان اوريها لكم واصدق على التجربه اهي. ديت تسيبها 10 ايام. ايه اللي هيحصل بعد ال 10 ايام؟ هتظهر لك نباتات الطماطم الصغيره اللي قدامكم دي، الحاجات الخضراء دي نباتات الطماطم الصغيره. هحطها لكم كده او اصورها لكم. شايفين؟ لو انتوا شايفينها كده يعني دي نباتات الطماطم الصغيره. ده بعد ما غطيتها وسبتها 10 ايام. حتى الدليل اللي دي نباتات طماطم، اللي بذره الطماطم هي لسه متعلقه في واحده فيهم. هحاول اصورها لكم واحطها لكم على الشاشه. ده بعد ما غطيتها وسبتها 10 ايام. دي تجربه يعني انا كنت عاملها وبوريها لكم عشان ما نقعدش بقى نعمل كذا كذا جزء يعني. دي بعد 10 ايام. طب عاوز برضو مرحله تانية بعد مثلا شهر. بعد شهر هتظهر لك بالطريقه دي. هتبقى ساق باينه كده مش صغيره، ساق تخينه، بدات تطلع نموات من هنا، بقت حلوه يعني، بقت تحس ليه ايه، بقت شجره طماطم كويسه. ده بعد ما تعدي شهر عليها من البذره. طب انا عاوز شكل تاني يكون مثلا بعد 3 او 4 شهور قبل ما تكون مطلعه الزهره بتاعتها اللي بتطلع بعد كده الثمره. تعال اما اوريك شكلها. نبته الطماطم بعد 3 4 شهور بتبقى بالشكل ده. بعد شهرين 3 اهي بتبقى بالشكل الجميل اللي قدامك ده. طب بعد مثلا 3 4 شهور بقى، مش شهرين 3، بتبقى بالشكل الجبار اللي قدامك ده. بقت شجرة، الورق باين جدا، النموات باينة، بدأت تطلع الكرستالات اللي بتطلع الزهور اللي بتطلع الطماطم اهي، كبرت زي قدامك كده. وبس. وزراعة الطماطم من اسهل الزراعات اللي انت ممكن تعملها. زي ما انت شايف كده، ده اللي بيبقى التنبيت اهي، زي ما انت شايف كده. من اسهل الزرعة او الزرع اللي انت ممكن تزرعه هي زرعة الطماطم. فبس ما تنسوش تحطوا لايك شير سبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد على قناة جرينجلي. ويلا.